نفسي بجد اي حد محبط وحاسس ان الدنيا مقفله في وشه يسمع الكلمتين دول. بس قبل ما نبدا حلقه النهارده، لو مش فاضي ما تتفرجش، عشان اللي هقوله محتاج شويه تركيز. اول حاجه لازم تفكر فيها هي حسن الظن بالله، يعني تخلي تفكيرك كله في رحمه ربنا ولطفه. ايوه، عندك ذنوب ومقصر، بس ربنا رحمته وسعت كل شيء، وبكده انت بتسيطر على احباطك. تاني حاجة، على طول اقعد مع نفسك وفكر في حكمة ربنا. عارفة انك ممكن ما تشوفش فايدة واضحة من اللي بيحصل لك، بس لازم تكون متأكد ان ربنا ليه حكمة عظيمة وانت لسه مش عارفها. وافتكر دايما والله يعلم وانتم لا تعلمون. تالت حاجة، اعرف كويس الثواب والاجر من اللي انت فيه، سواء احباط بقى، ابتلاء، او اي حاجة تعباك، بس انت اصبر وخليك عارف انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. رابع حاجة تعملها، لازم تدعي، وتدعي كتير قوي، وخليك عارف ان اجابة الدعاء ليه كذا صورة، اقلها ان اللي بتدعي بيه يتحقق، لان ممكن دعواتك تتحول لدرجات في الجنة، او تترفع بيها مصيبة اكبر كانت هتحصل لك لا قدر الله، زي ما جه في الحديث الشريف: لا يرد القدر الا الدعاء. خامس حاجة، افهم حقيقة الدنيا، اننا عايشين ايام معدودة، طالت بقى قصرت هي معدودة، وهتعدي بحلوها ومرها، وفي الاخر هنشوف ثواب اللي عملناه. فلو عجبك الفيديو احفظه عندك وابعته لصاحبك اللي محبط، عشان اكيد محتاجه.